لو حابين تعملوا غدا سهل وسريع ومياخدش وقت خالص في تحضيره ومشهي في نفس الوقت، بجد الصينية دي تجنن. صينية فراخ مشوية في الفرن بصوص خرافي، سهلة وسريعة وسخنة وبتدفي في نفس الوقت. تعالوا يلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنجيب الكبة ونحط فيها 3 بصلات، ولو عايزين الصوص اكتر من كده بنكتر في البصل. حبتين من الفلفل الاخضر الرومي، 3-4 حبات من الطماطم، 3 فصوص من الثوم، وبعد كده هجيب عود من الكرفس او ممكن بقدونس او كزبرة براحتكم، معلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة قرفة، ورشة حبهان باودر، ورشة جوز الطيب، و3 معالق من الزيت، ونخلط كويس جدا. احنا عايزين نخلطها ما تبقاش عصير فيها قطع، بس القطع تكون ناعمة وصغيرة. احنا بقى عايزين الخلطة بالنعومة دي. هنجيب بقى الفراخ ونغسلها كويس جدا. انا بغسلها كويس جدا بالملح والمية كويس جدا، ملح خشن، وبعد كده بعمل لها محلول بنقعها فيه ليمون وقشر ليمون وبشر ليمون وملح وسكر ومية، واكيد هعمله لكم في فيديو منفصل ازاي انا بغسل الفراخ كويس جدا. وبشيل اي حاجة زلالية ما بين اللحمة وما بين الجلد، والحته اللي هي ايه الحمراء اللي بتبقى في العظمه في الورك دي، وبحشي الخلطه كويس جدا وبدعك بيها الفراخ حتى في الدبوس. بصوا بدخلها جوه الدبوس نفسه بين اللحم وبين الجلد، وبتبل الفراخ كويس جدا بالخلطه دي، وبجيب بقيه الخلطه بحطها تحت في الصينيه، وبعدين ارص عليها اوراق الفراخ او الفرخه الكامله او اي فراخ عندكم. بشيل اي زيادات من الخلطه فوق وش الفراخ عشان ما تتحرقش، وبجيب معلقه صلصه ملح معلقه صغيره ملح ومعلقه صغيره فلفل ومعلقه صغيره سكر، معلقه زيت ومعلقه ميه، بحطها على وش الفراخ عشان لما تدخل الفرن تدي لون حلو جدا الفراخ وتتحمر. انا ما كنتش عايزه الخلطه اللي احنا عاملينها للفراخ تبقى فوق وش الفراخ عشان لما تدخل الفرن ما تتحرقش بس. وبحط بقى بقيه نص كوبايه الميه في الطبق، وبعد كده بحطهم على الخلطه. انا ما بحطش ميه كتير لان الخضار بينزل ميته وبتسوي الفراخ فيه. بغطيها بورقه زبده وورقه فويل، وبدخلها فرن تسخن قبلها بنص ساعه على درجه حراره 200 لمده ساعه، وبعد كده بشيل الغطاء اللي عليها وبحطها تحت الشوايه لمده ربع ساعه او 10 دقايق لحد ما يحمر الوش، وبعد كده بطلعها وبتطلع دايبه 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 بالمعنى الحرفي وسخنه. انا بالنسبه لي يكفي اني اكلها بعيش سخن لسه طالع من الفرن او لسه متسخن. بجد كانت رهيبه، بتدفي دفى يعني انا مش قادره اقول لكم، وطعمها يجنن. لازم تجربوها، صينيه فراخ فعلا تحفه في الشتاء ده، وسهله جدا جدا جدا. اي حد ممكن يقدر يعملها لانها بتتعمل في الكبة. كل الخلطة اللي انتوا شايفينها دي بتتعمل في الكبة وبتطلع تحفة ودايبة وسخنة، هتستمتعوا بيها جدا. بجد خرافية، لازم تجربوها مع عيش، مع رز بالشعرية او رز ابيض او رز حبة وحبة او رز بسمتي، اي حاجة هتنفع مع الصينية دي. بصوا الدبوسة بتطلع بكل سهولة، ما فيهاش اي حاجة لونها ابيض، لان المحلول اللي انا بنقعها فيها دي بتخلي الفراخ من جوه طعمها يجنن، وكمان تبقى طرية، وكمان تبقى العظمة بتاعتها نظيفة وما فيهاش اي حاجة. انا قدمتها مع رز اصفر عشان خاطر الولاد، لكن انا اكتفي بالعيش السخن معاها وهي سخنة كده. يلا وبألف هنا على قلبكم. ولو عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسونيش، انا منى الموان.